تامر حسني نجم الجيل، لقب استحقه تامر بعد ما قدر بموهبته بالموسيقى والتأليف والغناء وحتى التمثيل أن يستقطب فئة الشباب اللي بدورهم شكلوا لتامر أرضية جماهيرية امتدت على عرض الوطن العربي. هالمرة كان جمهور تامر على موعد معه بأبو ظبي، حيث قدم حفل ضجت به المدرجات من خلال الشباب اللي استقبلوا تامر بعاصفة من التصفيق والتحيات. دايما كاميرا يا هلا بتكون حاضرة لتعرف أخبار النجوم. بعد الحفل مباشرة حاولنا ناخذ من تامر لقاء، ومجرد ما بدينا بأول كلمة كان الجمهور وصل لورا الكواليس وبتدافع شديد، ففضلنا إنه نطلع مع تامر على الفندق، وهيك قدرنا نكون مع تامر ويخبرنا عن آخر أخباره. شو كان شعورك مع جمهور أبو ظبي؟ جمهور أبو ظبي جمهور محترم جدا وذوقه راقي وعالي ومشرف، وأي حد يتشرف يغني قدامه. فرقة تامر مجموعة من الأصدقاء اللي بيكنوا كل الحب إله، وسألناهم عن تامر وهيك كان ردهم. تامر حسني نجم الجيل ونجم الدنيا كلها. حفلة الإمارات أحلى حفلة. أنت كعازف؟ لا النهارده بصراحة احنا كلنا كعازفين النهارده في الحفلة، احنا النهارده كنا مستمتعين بتامر حسني المطرب الفنان اللي انا بصراحة انا بحب اسمع صوت تامر. أنا من شوي وقفت مع كل أعضاء الفرقة تبعيتك وحكوا إنه نحن لما بنكون مع تامر كثير بنكون مبسوطين وتعب تامر راحة، أنت شو بتقول له لفرقتك؟ عايز سنين هذا أشكر فيهم، وقفوا جنبي كتير، وعايز أقول إن هم فرقة الجامعة بتاعتي، طبعا نجاحي ده هم السبب فيه طبعا. عمر وسلمى لما لحق ينزل أصداؤه عبيت الدنيا، احكي لي أنت شو إحساسك بنجاحه؟ يعني بدعي ربنا ينجح زي عمر وسلمى رقم واحد، وأنا متفائل يعني عشان عامل فيه مجهود كبير يعني. كان شكلك أب بالفيلم، احكي لنا عن التجربة كيف؟ أب كنت طالع أب أول مرة أبقى بابا، وكان شعور غريب في بداية التصوير. بعدين الأطفال حبيتهم جدا، بقيت أحس إن أنا أبوهم بجد، ويعني ما قدرتش أتصور غير لما أحس إن هم أكلوا مبسوطين وأشوفهم مش عايزين حاجة، نفسكوا في حاجة. بقيت أب بيمثل يعني، مش تامر يعني. ألبومك إمتى حينزل؟ يعني إن شاء الله في شهر 5 مع الفيلم إن شاء الله. طيب وحفلاتك وين؟ عندي الحفلة الجاية المغرب، في لسه سوريا، وفي لسه بلف بقى يعني، بس هم اللي اتحددت بالظبط المغرب. عرفنا على آخر أخبار تامر حسني عن الكاسيت، عن الفيلم، وعن حفلاته اللي جاية. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا اللقاء اللي أجريناه مع تامر حسني. نرجع هلا لاستديوهاتنا لبرنامج يا هلا، كان معكم صبحي عطري من أبو ظبي.